آخر زمن ما عاد تدري وش يصير، والوقت عيا لا يجمع شتاته. كنا بخير ونعمة وروح الخير، واقبل علينا الشر بأربع جهات: فتنة وحزب وقتل وأحيان تفجير في مسلم أدى ربه صلاته. والمشكلة فيه اختلافات تفكير، حتى رفيقك ما تعرف وش سواته، يمشي معك صاحي ويصبح هو غير، ما تدري وش منهاجه ومعطياته، جاهل ولا يصلي ومبلي بتقصير، وفجأة تبع له حزب واعلن جراته، غسيل مخ يحير بكل تفسير، هم الهله وامه وبيه وخواته، وكفر خليج الدين في كل تغرير، وهو مغفل بين وده وهاته. لو تسأله سؤال واحد ولا غير: وش هي صفات الله؟ جلت صفاته ما ظنت يجاوب على أقل تقدير، لأن الجهل مستولي بمجرياته، يعد نفسه صح والناس تكفير، من خالفه ضده وحقه مماته، يقتل بني عمه ويقول تكبير، والله بري منه من هو سواته، سعي على الفتنة وظلما وتنفير، ما هكذا المسلم وطيبة نواته. يا مسلم الإسلام أسس على الخير، ما أسس بسفك الدماء في ذواته. يا مسلم المسلم على داره يغير، ما يبيعها برخص ثمن في حياته. للعولمة سلبية وحجم تأثير، إذا استغلت من جهل في ثباته، يمقلب قلوب البشر بالمقادير، ثبت قلوب النهجه الدين ذاته. حكامنا تتعب لنا صبح وعصير، وجنودنا دون الوطن من حماته، وشعوبنا جيش احتياطي وجنزير متوالفه دون الخليج ونواته. شفت القلوب أحزاب والعاقل يحير، وأنا أوصل عاقل وذي وصاته. الرب واحد عالم بكل تدبير، ورسولنا محمد وسنة حياته. من يبغي الجنة ومن يبغي الخير يمسك على دينه ويحفظ صلاته.